السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مصطفى من قناة بيجمان. الفترة اللي فاتت دي كنت بصور شوية فيديوهات زي ما انتوا شفتوا فيديوهين دول اللي هم نزلوا في القناة، اللي هو الفيديو التعريفي والفيديو التاني اللي هو الفيديو اللي كان مش رياكت، مش عايز اقول عليه رياكت بصراحة عشان مش ما عرفتش اعمل فيه رياكت بصراحة، او ما عرفتش ادي ردة فعل كويسة. بس ما حبيتش فكرة الفيديو لأكتر من حاجة. بس عايز ان شاء الله اعمل فيديو او محتوى اللي هو ايه، فاهم، متعوب عليه شوية. حابب يعني يكون فيديو يكون ليه افادة، فاهمني، ولو اي معلومات يعني فيديو يكون بيتكلم عن معلومات يعني بشكل احسن. فيديو النهاردة هنتكلم عن شخصية سمعتوا عنها مؤخرا، جيفري إبستون. مين جيفري إبستون؟ هو طفل اتولد سنة 1953 في مدينة بروكلين بنيويورك، بس في جامعة NYU، وبس مع الوقت سابها لأنه كان حالته المادية لسه كانت صعبة، فما قدرش يكمل الدراسة فيها. وفي الوقت ده بعد ما ساب الجامعة اشتغل مدرس رياضيات في مدرسة خاصة. كانت المدرسة الخاصة دي من أفضل المدارس وقتها، وهو كان مدرس شاطر في المدرسة دي. في بداية حياته كان فقير، وفي الوقت ده اتعرف على نفوذ عالية وناس ليها مناصب عالية وكده يعني. فاللي هو البلاوي الزرقاء اللي هتعرفوها بعدين كانت الأساس هنا من بداية حياته في شغلانته كمدرس. وصل للحوارات دي ازاي؟ اتعرف على نفوذ عالية من المدرسة خاصة، من أفضل المدارس كمان، فكان فيها من رجال أعمال ومستثمرين وأطفالهم في المدرسة دي. وفي أحد الاجتماعات بأولياء الأمور اتعرف على شخص اسمه ألين جرينبرج. الشخص ده هو مدير لأحد أكبر مكاتب الاستثمار في وول ستريت. وفي أثناء الاجتماع ومن طريقة كلامه وبعد فترة اكتشف ألين جرينبرج أن جيفري أبستون شبهه في حاجات كتير، شبهه في بداياته، شبهه إن هو كان في البداية فقير وبس كان ذكي وكان محتاج فرصة بس عشان يطلع. ألين قرر يوظفه معاه في المكتب. وبرغم ان جيفري اصلا ما كانش يعرف يعني ايه سهم، ما كانش يعرف يعني ايه استثمار، كانش يفهم اي حاجه، بس اتوظف فعلا معاه في المكتب. ولما تم ال25 بعد سنتين من توظيفه كانت هنا المفاجأة، بقى شريك ألين جرينبرج في مكتبه. بس للأسف بعد فترة حصلت شوية مشاكل في الشركة خلته يقدم استقالته وخلاص بقى روح بيته. ومن هنا كانت البداية. جيفري إبستون اتعرف مع الوقت على شخص اسمه ليسلي ويكسنر. ليسلي ويكسنر ده كان ملياردير في التسعينات، فاللي هو كان معاه شركات كبيرة، وكان بيملك حصص كتير من شركات أخرى وحتى مش مشارك فيها أو مش مؤسسها. فاللي هو كان بمثابة رأس مال بالنسبة لجيفري إبستون. وجيفري بذكائه أقنع ليسلي إن هو يمسك له إدارة الشركات، يدير فلوسه وأمواله، يعني اللي هو يوديها في مشاريع في شركات ويستثمرها، وفعلا أقنعه بده. بس مش دي المشكلة. المشكلة إن الفلوس اللي طلعها من الراجل ده كانت 400 مليون دولار. هتقولي ازاي يطلع الفلوس دي من رجل اعمال؟ ما هو اكيد مش غبي. جيفري اقنع ليسلي ان هو يكون وكيل ليه، وكيل اللي هو يكون يعني نسخة منه، يتحكم في ماله، يتحكم في ممتلكاته، يصرف اللي هو عايزه من ممتلكاته، وان هو يتحكم في كل امواله، اللي هو زي ليسلي. يعني هو جيفري هيبقى زي ليسلي، بس هيبقى بالنيابة عنه، هيبقى وكيل ليه. دي الوكالة، وأملاكه دي كانت تساوي 5 مليار دولار. في أثناء ما كان جيفري وكيل ليسلي بدأ يسرق أملاك وأموال ضخمة من ليسلي، ده طبعا تحت مسمى الوكالة. من الحاجات اللي كان سارقها جيفري من الراجل ده قصر كبير تقدر قيمته ب72 مليون دولار. القصر ده كان بيقولوا إنه بيجمعوا فيه الموديل اللي هم هيعملوا عرض لشركة اسمها فيكتوريا سيكريت اللي هي تابعة لليسلي. وكان بيتم فيه فرز او تنقية ان هم يشوفوا مين الموديل اللي هتليق ومين الموديل اللي يعني هتناسب الموضوع ده. المشكلة مش في كده، المشكلة ان ما كانش بيحصل ده، ما كانش فعلا بيختبروا الموديل، كان بتحصل مصايب وجرائم بشعة داخل القصر ده. وخصوصا ان كان الموديل اللي بيروحوا تحت سن ال 18، وكان بيستغلهم بأوسخ الطرق. شريكة حياته وهي جيلين ماكسويل، خلينا نقول شريكة حياته اللي هي زي بيست فريند بالنسبة له يعني. دي كانت الصديقة المقربة بالنسبة له. وجيلين ماكسويل دي كانت بنت رجل أعمال تقدر ثروته ب 200 مليار دولار.
بس يوم 5 نوفمبر سنة 1991 والدها ده طلع في رحلة على باخرة، والباخرة دي اختفت. مش المهم ان هو اختفى، المهم ان بعد ما اختفى اكتشفوا ان ابوها ده كان حرامي كبير، كان سارق من ناس وجامعات كتير جدا اموال ضخمة، لدرجة ان بعد سداد الديون لاحظوا ان ثروته بقت بالسالب، بقت قيمتها 4 مليار دولار ديون عليه. وبنته طبعا كانت مرفهة واخدة على عيشة الأغنياء والثراء الفاحش ده. فمن بعد ما عرفت الخبر ده قررت تهرب للندن، وهناك في أحد الحفلات اتعرفت على المعلم بتاعنا اللي هو جيفري إبستن، وكان بالنسبة لها كنز كبير، لأن هي كانت عارفة سلطات ونفوذ عالية وبس معهاش فلوس، وكانت محتاجة الفلوس، وهو كان معاه الفلوس بس معهاش سلطات ونفوذ عالية. عشان كده اتعرفت عليه وبقت البيست فريند بتاعته. وفعلا مع الوقت عرفته على مناصب عالية جدا ونفوذ عالية، منهم دونالد ترامب. بس دونالد ترامب ما كانش الصديق الوفي، لأنه سنة 2002 مذيع من المذيعين سأله عن جيفري إبستون، قال له هو صديقك بيمثل لك إيه؟ قال لهم أول حاجة إحنا مش أصدقاء أصلا، اللي هو اتبرر من معرفته، وده الأسباب هتعرفوها بعدين. وتاني حاجة قال إن جيفري كان نوع من البنات أو بيفضل نوعية البنات الصغيرة، إنهم بعد 15 سنة سابوا بعض. 15 سنة صداقة، انت متخيل؟ وفي الاخر بعد ده كله بيقولك ده مش صديقه. دي حاجة بتنفي كلامه او بتناقض كلامه. والدليل على ده ان جيفري كان عنده كتاب اسمه البلاك بوك، كان بيجمع فيه ارقام والاشخاص او اصحاب النفوذ العالية اللي انا قلت لكم عليها والسلطات العالية دول. كان بيجمع ارقامهم وزي حاجات بتربطهم عناوينهم في كتاب اسمه البلاك بوك ده. مع الوقت شافوا في التحقيق ان كتاب البلاك بوك ده فيه 14 رقم يخص دونالد ترامب لوحده، وده طبعا ان دل فيدل ان هم كانوا اصدقاء مقربين. بس لو رجعنا شوية من قبل المقابلة دي، من سنة 2000 اللي بعد كده تبدأ تظهر فضايح جيفري إبستون واحدة ورا التانية. وبعد رفع محاضر كتير من بنات كانت بترفع عليه محاضر، بنات صغيرة، زي واحدة قالت إن شاهدت بنات صغيرة بتطلع، بنات من المدرسة لابسين شنط المدرسة وطالعين من القصر بتاعهم اللي هو سرقوا الكبير، القصر الكبير ده. وفي بيقولوا برضو انه ظهر مع البنات دي رجال كبيرة ومهمة كتيرة، مش كبيرة في السن، كبيرة في السن وكبيرة مقاما، يعني اللي هي كبيرة كبيرة في السلطات، كانت بتخرج من القصر ده برضو. ومن أهمهم ألين دير سوتش. ومع الوقت لاحظ جيفري إيبستون إن الفضايح بدأت تتراكم عليه، وإن فعلا الفضايح دي هتتثبت وهتبقى محاضر وحاجات هتدينه هو بعدين. فقرر يشتري جزيرة اسمها جزيرة جيمس القديس الصغير، أو جزيرة جيمس القديس الأصغر، ده قبل ما يسميها جزيرة جيفري إيبستون يعني. والجزيرة دي كانت بتحصل عليها حفلات بشكل دوري، بتحضرها ناس عالية من جميع أنحاء العالم، رجال أعمال وعلماء ومستثمرين ورجال سياسة. الناس دي كانت بتحضر الحفلات دي في السر، ومحدش كان يعرف الكلام ده ولا مكانش بتتصور، وكان كل ده ممنوع تصويره. جيفري جه في يوم طلب من جيلينا اللي هي شريكة حياته ان هي تجيب له زي مساجر، يعني واحدة تعمل له مساج. فجيلينا دي اختارت واحدة اسمها فيرجينيا. فيرجينيا دي كانت سنها صغير، لا يتخطى 16 سنة. ده اختارتها ان هي تعمل له مساج. المشكلة مش في كده، المشكلة ان هو وهي بتعمل مساج طلب منها حاجات تانية، ولما رفضت لان هي طفلة صغيرة عرض عليها $200. و200 شايف مبلغ صغير، مش بالنسبة لنا احنا كمصريين طبعا، بتكلم بالنسبة لدولة أمريكا مبلغ مش اللي هو عرض يعني. بس هي كانت حالتها صعبة، فللأسف وافقت. ومع الوقت ما اكتفاش بده، بل خلاها تجيب بنات تاني في نفس سنها اللي هو الصغير. البنات مع الوقت تجيب بنات، والبنات تجيب بنات، وهكذا لحد ما عمل شبكة كبيرة جدا من البنات اللي بتجيله، وبيديهم مبالغ عملاقة. ليه؟ عشان تحقق رغباته القذرة اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية. المشكلة ان البنات اللي بتيجي ده
مش بتعمل الحاجات دي معاه هو بس، ده بل بتعمل معاه هو وأصدقائه وأصحابه المناصب العالية اللي انتوا هتعرفوهم كمان شوية. من أشهر الناس اللي كان ضمن أصحابه وكانوا بيروحوا على الجزيرة بيل كلينتون رئيس أمريكا السابق. وده فيرجينيا في التحقيق قالت بعد ما اتمسكت، بعد ما تعرفوا كمان شوية من القصة، فيرجينيا بتقول شهادته مع بنتين صغيرين برضه من سن 16 مع إنه أنكر ده من الأساس وأنكر وجوده على الجزيرة. بس الأحداث مع الوقت بتتغير، وموقف يحصل يفضح جيفري اكتر من اللي قبله. بنتين بيتخانقوا في مدرسة عادي، بنتين لا يتجاوز سنهم 13 14 سنة. جت المدرسة حاشت ما بينهم. فالمدرسة اكتشفت ان سبب المشكلة فلوس، فبتسأل البنت دي معاها فلوس كام، قالت لها $300. فالمدرسة اتفاجئت، قالت يعني بنت زي دي سنها صغير هتعمل ايه $300؟ فقالت تسأل اهل او حاجة عشان تعرف ايه المصدر الفلوس دي، عشان ما يكونش فيه ضرر على البنت بعدين. فلما استجوبوا اهلها، بنت قالت ان هي بتعمل مساج لراجل كبير في السن، رجل اعمال غني، وبيديها الفلوس دي. فالاهالي طبعا والمدرسه واداره المدرسه طلبوا التحقيق مع الشرطه، والشرطه لما عرفت الموضوع ده عرفوا على طول ان هو جيفري إبستون. هتقول لي طبعا ليه عرفوا جيفري إبستون، او اشمعنى هو اختاروه جيفري إبستون؟ ما في ناس كتير، رجال اعمال كتير. لان جيفري إبستون قبل الواقعة دي كان داعم التبرع لمراكز الشرطة، وطبعا انتوا عارفين هو بيمولهم ليه. واجرت الشرطة فعلا تحقيقها، وفعلا سنة 2006 قبضوا عليه بتهمة استهداف البنات الصغيرة. اتقبض عليه وخرج بكفالة $3000، اللي هي يعني انت صباح الفل. $3000 ايه يعني؟ دي لو جريمة سرقة مش هتبقى كده، دي جريمة اغتصاب وحوار دنيا يعني، فاهم؟ بس هو عشان نفوذه وعشان هو واصل لجهات معينة خرج بكفالة. بس الموضوع مهديش على كده. مع إثارة الرأي العام والناس كلها اتكلمت في الموضوع، الحكومة سلمت الملف لل FBI، واتحكم عليه 18 شهر، رغم ان القضية اصلا المفروض يتحبس مدى الحياة مش 18 شهر. بس الاسباب اللي احنا قلناها من شوية برضو اتحكم عليه 18 شهر بس. ومش دي المشكلة، المشكلة ان في خلال ال 18 شهر كان مسموح له ان هو يشتغل بره الحبس. دي حاجة عمرها ما اتطبقت على اي مسجون قبل كده، اتطبقت عليه هو، ان هو يخرج بره السجن يشتغل ويرجع يكمل سجنه. انت متخيل؟ المشكلة مش في كده، المشكلة ان شغله كان 12 ساعة، يعني 12 ساعة بره السجن و12 ساعة جوه السجن. وطبعا كلنا عارفين سجنه كان عامل ازاي. فاللي هو يعني انت بالنسبة لك انت قاعد في فترة رفاهية، انت قاعد في بيتك ما بتعملش حاجة، انت فاهم؟ والاوسخ من ده كله ان حتى ال 18 شهر ما خرجوهمش يعني ما قضاهمش 18، خرجوه على 13 شهر. ليه؟ لان بسبب حسن سيره. يعني ايه حسن سير وسلوك؟ يعني اللي هو كان سجين محترم، كان سجين ما بيعملش شغب. ما صباح الفل هيعمل شغب امتى اذا كان هو مش محبوس اصلا؟ وطبعا الحوار ده كله، ان حوار دخوله السجن وتقليل الحكم بتاعه، وحوار انه يخرج بره الشغل، ده كان ليه سبب. ان الواسطة في الحوار ده كله احد اصدقائه اللي هو دكتور في جامعة هامبورغ. هتقول لي ومال دكتور، مال دكتور بجامعة بالحوار ده كله؟ ما هو دكتور في جامعة، في الاول في الاخر هيعمل له ايه؟ جامعة هامبورغ دي كان متخرج منها المدعي العام اللي كان ماسك قضية جيفري إبست. فبالتالي لما اتضغط عليه من الدكتور اللي هو متخرج اصلا من جامعته، فادى الى تقليل الحكم. دي كانت صفقة ال 18 شهر، صفقة في لغة السياسة، اللي هو انت بتعمل حاجة علشان ما تتضرش، مش بتعمل حاجة مقابل حاجة، لا انت بتعمل حاجة عشان ما تتضرش بس. المهم بعد تقضية ال 13 شهر وبعد ما خرج جيفري إبستون، واحد خارج من سجن عليه تهم ان هو اتحرش باطفال ودنيا تانية، يعني تهمة تخليه الناس كلها تبعد عنه. جيلين البيست فريند بتاعته او صديقته اللي انا قلت لكم عنها بدري بعدت عنه، فبالتالي الناس كلها بعدت عنه، كل المناصب والناس اللي كان يعرفها بعدوا. لما لاحظ جيفري ده، لاحظ ان بدأت النفوس تبعد عنه وان سلطته هتبقى في الارض، فقرر يجيب حد او واحدة اسمها بيجي سيجال. بيجي سيجال دي كانت خبيرة علاقات عامة، يعني كانت تعرف مليارديرات وسلطات ورؤساء دول وامراء كتير. دي خلته يحضر اكتر من حفلة، اكتر من مؤتمر في رجال اعمال كبيرة زي ستيف جوبز وزي مارك زكربيرج وزي ايلون ماسك. بس الامور برضو ما مشيتش زي ما هو عايز. دايما كده اللي ربنا ستره فترة
بيكشف ستره مع الوقت. وده ساعات كده ربنا بيسيب ناس بيسترهم فترة عشان يتراجعوا عن اللي بيعملوه وبرضه بيكملوا، بل بيتزايدوا وبيزايدوا عن اللي بيعملوه. بس عشان كده اترشح دونالد ترامب رئيس للولايات المتحدة الأمريكية، وفعلا كسب وبقى رئيس للولايات المتحدة الأمريكية. واللي خلى جيفري إبستون يروح في داهية بجد إن دونالد ترامب ادى للمدعي العام اللي كان ماسك قضية جيفري إبستون سابقا وعمل الصفقة معاه، صفقة ال 18 شهر، اداله منصب عالي. وده ادى ان خلى عيون الرأي العام وعيون الصحافة والمحامين اتفتحت عليه اكتر. ولما اكتشفوا صفقة ال 18 شهر مع جيفري إبستون بدأوا يفتحوا تحقيق في القضايا وفي الاتهامات. ولما جيفري إبستون عرف الموضوع التحقيق والحوارات اللي بتحصل من وراه، قرر يهرب لباريس، وفعلا خد طيارته الخاصة وخد ممتلكاته. وبعد هبوطه بالطيارة لقى الشرطة مستنياه عشان تقبض عليه، وفعلا اتحبس. والمرة دي عند مدعي عام كويس عنده ضمير في بلد تانية ما يعرفوش. المشكلة ان المحكمة اللي حكمت على جيفري قررت تخلي ملفات القضية مفتوحة للعامة. نروح في حتة تانية ان جيفري السجن اللي اتحبس فيه كان فيه 700 سجين، وعلى ال 700 سجين دول 18 حارس بقى. المفروض كان متوصي على زنزانة جيفري إبستون بالتحديد وحارسين يتناوبوا عليه كل 30 دقيقة كل نص ساعة. بس التحقيق الحراس قالوا ان هم اهملوا الوقت ده بسبب ان هم كانوا شغالين قبلها 16 ساعة متواصلة شغل فناموا. انت متخيل واحد بالخطورة دي في زنزانة متوصي عليها زي كده وسابوها من غير حراسة؟ وده طبعا ادى ان يوم 8/10/2019 لقوا جيفري إبستون مخنوق بملاية السرير في سقف الزنزانة. انت متخيل؟ لو انت متخيل ان القصة كده خلصت، لا، البلاوي اللي عملها دي كلها مش كفاية، لا هو عمل بلاوي تانية. بعد وفاة جيفري إبستون كان في شريك رئيسي اللي هي جيلين ماكسويل، اللي هي هربت أصلا من بعد ما عرفت حوار إن هو اتحبس وإن هو في الزنزانة ومحاكمته والقضايا اللي عليه. فأول حد أكيد الحكومة هتدور عليه هي. فاختفت فعلا من سنة 20 تقريبا 2020 لحد 2021، اتقبض عليها سنة 2021. وبعد سنة من الاختفاء من 2020 ل 2021 تم القبض عليها. والمشكلة ان بعد ما اتقبض عليها ما سكتتش. قالت في التحقيقات مع الحكومة ان كمية فضايح وجرائم كانت مستخبية وكانت مش ظاهرة على العلن، اعترفت بيها كلها عن جيفري إبس. وفي التحقيق اثبتت ان بيل كلينتون اللي هو رئيس امريكا السابق اللي احنا قلنا عنه بدري اللي هو نفى وجوده في الجزيرة، قالت ان فعلا كان متواجد ومع بنتين فعلا في 16 سنة. وان كلام فيرجينيا اللي بتعمل مساج لجيفري إبستون كلامها كان صح. المشكلة ان مش بيل كلينتون بس هو اللي فعلا ثبت عليه انه راح الجزيرة، في شخصية عمرها ما كانت تيجي على بال حد خالص قالت ان هو راح الجزيرة، اللي هو ستيفن هوكينج، ده اللي بيطلع على قناة ناشونال جرافيك ابو ظبي، ده اللي هو ابو نضارة ده. المفروض ده عالم كبير، يعني المفروض ده ملوش علاقة بالقذورات والحوارات دي كلها. بس ذكرت في التحقيقات ان جيفري إبستون كان بيحب يجيب الناس الاذكياء والعلماء زي ستيفن هوكينج كده. كان بيحب يجيبهم جزيرة علشان يكافئهم على الحاجات اللي افادوا بيها البشرية. انت متخيل؟ هم افادوا البشرية من ناحية ورايحين يدمروها من ناحية تانية. وقالت في وسط التحقيق كده حاجة ملهاش لازمة، قالت ان ستيفن هوكينج كان الطريقة اللي كان بيستمتع بيها على الجزيرة دي ان هو يشوف اقزام لا مؤاخذة بيقلعوا هدومهم. وده معناه مش أقزام أكيد، يعني هو مش هيجيب له أقزام على الجزيرة، معناه بنات صغيرة. وناس طبعا تانية كتير قالت عنهم في التحقيق ده وشردتهم زي دكتور جامعة هارفورد اللي هو صديقه اللي احنا قلنا عنه بدري. والمشكلة إن دكتور جامعة هارفورد ده المفروض أنت متعلم ذكي، يعني المفروض متقولش حاجة غبية زي كده. عمل إيه؟ بدل ما يطلع يدافع عن نفسه أو بدل ما يسكت خالص، يعني طالع يدافع عن نفسه بطريقة متخلفة شوية. قال إن بدل قال كده بالظبط، قال البنات النسويات اللي بيطلعوا يدافعوا عن البنات الصغيرة اللي تم اغتصابهم في الجزيرة وتم التحرش بيهم، ده بدل ما تدافعوا عنهم شوفوا البنات اليهودية اللي ده كل يوم بيضطهدوا وبيتم اضطهادهم من الفلسطينيين والمقاومة. انت متخيل؟ يعني بدل ما يروح دافع عن نفسه هو ادى نفسه تهمة ان هو بيناقض المقاومة. انت فاهم؟
يعني هو بدل ما يعني بيدافع عن نفسه، هو لبس نفسه قضيه تانية. يعني حرفيا كده بيثبت الكلام على نفسه، اللي هو بدل ما تهاجموني انا ان انا عملت الغلط ده، هاجموا الناس الوحشين التانيين. طب صباح الفل، ما انت كده بتثبت على نفسك انك عملت الغلط برضه. وطبعا حوار ان هو او قال حوار البنات اليهوديه اللي بيتم اضطهادهم دول ودفاع عن نفسه ده، ربط موضوع كبير جدا، موضوع القضية اللي احنا كلنا عارفينها. مع الوقت اكتشفنا اصلا يعني اللي هو قريب من حوار القضية اللي حصلت والحروب اللي حصلت من فترة، اكتشفوا ان جيفري إبستن اللي هو توفى اصلا كان ليه علاقات كبيرة مع اسرائيل، وهو اصلا يهودي. فاللي هو كان ماسك زلل على ناس كتير جدا وبيبتزهم، ناس رجال اعمال ورجال سياسة كبيرة كان ماسك عليهم زلل. لان في اثناء تفتيش في القصر بتاعه بعد القبض عليه، لقوا لوحة عليها سياسي لابس لبس ملكة، يعني هو يعني سياسي لابس لبس ملكة وقاعد على كرسي. واللوحة دي كانت في الريسبشن او في القاعة الكبيرة بتاعة القصر. فانت متخيل حاجة زي دي بيتز بيها راجل سياسي كبير جدا؟ والراجل ده يعني بدون ذكر اسمه، ده كان بيدافع عن القضية اللي احنا بنتكلم عنها، بيدافع عن الطرف التاني. فطبعا ده من كل المواضيع دي كلها يعني احنا ملناش ايد فيها، بس احنا بنعرف يعني ايه. انا كنت هقول وثائقية عن بس جيفري إبستون، بس حبيت اضيف يعني اربط الحتة دي في الاخر، علشان احنا ملناش طبعا دعوة بالسياسات دي كلها، احنا ملناش ايد فيها ولا حكم فيها. بس برضو العلم بالحاجات دي يبقى كويس، لازم انت تبقى عارف ومطلع على الحاجات دي، يعني فاهمني. بس وطبعا ما ننساش الدعوة لإخواتنا هناك، وإن شاء الله ربنا ينصرهم قريب. ده كان الفيديو النهاردة، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك، وعشان تشوفوا فيديوهات تاني زي دي أو أحسن من دي إن شاء الله. وبس، السلام عليكم.